كان هناك رجل يعيش مع عائلته، لكنه لم يكن يعيش السلام الحقيقي داخل بيته. كان سريع الغضب، قليل الصبر، وصوته يعلو لأبسط الأسباب. أبناؤه كانوا يخافون الحديث معه، وزوجته تتجنب النقاش معه حتى لا يتحول البيت إلى توتر وصراخ. ومع اقتراب شهر رمضان لم يكن يشعر بالفرح مثل الآخرين، بل كان يشعر بالقلق، لأنه كان مدخناً منذ سنوات طويلة، لا يستطيع قضاء ساعة واحدة دون سيجارة، وكان يعلم أن الصيام سيحرمه منها طوال النهار. دخل رمضان، ومع أول أيامه بدأت معاناته الحقيقية. الجوع والعطش لم يكونا أصعب ما يمر به، بل غياب التدخين. أصبح عصبياً جداً، يغضب بسرعة، يتكلم بأسوأ، ويعامل عائلته بحدة وكأنهم سبب تعبه. كان يظن أن الصيام هو السبب، وأن رمضان يزيد الإنسان توتراً. وفي أحد الأيام، وبعد مشادة قوية مع أبنائه، خرج من البيت غاضباً قبل أذان المغرب بقليل. دخل المسجد فقط ليجلس حتى يحين وقت الإفطار. هناك لاحظه شيخ كبير كان يجلس بهدوء. اقترب منه وسأله بلطف: لماذا يبدو الحزن والغضب في وجهك وأنت صائم؟ تنهد الرجل وقال: الصيام متعب، يجعلني عصبياً، لا أستطيع التحمل دون تدخين. ابتسم الشيخ وقال له جملة غيرت حياته: رمضان لم يأتي ليزيد غضبك، بل ليعلمك كيف تتحكم فيه. ثم قال له: الصائم الحقيقي لا يترك الطعام فقط، بل يترك الأذى، ويصوم لسانه وقلبه قبل معدته. جلس الرجل صامتاً، وكأن الكلمات أصابت شيئاً عميقاً داخله. أكمل الشيخ: إذا استطعت أن تترك السيجارة ساعات طويلة من أجل الله، فأنت تملك القوة لتركها نهائياً، لكنك لم تكتشف قوتك بعد. عاد الرجل إلى بيته تلك الليلة وهو يفكر. في اليوم التالي، حين شعر برغبة شديدة في التدخين، تذكر كلام الشيخ، فصبر دقائق إضافية ثم ساعات. ومع مرور الأيام بدأ جسده يتغير، تنفسه أصبح أسهل، السعال الذي لازمه سنوات بدأ يختفي، وطاقته أثناء النهار أصبحت أفضل. اكتشف أن الصوم يمنح الجسم فرصة لتنظيف الرئتين، ويخفف السموم المتراكمة، وينظم ضربات القلب، ويحسن الدورة الدموية. لكن التغيير الأكبر كان نفسياً. أصبح أكثر هدوءاً، يتحكم في كلماته، يفكر قبل أن يغضب. بدأ يجلس مع أبنائه وقت الإفطار، يضحك معهم لأول مرة منذ سنوات. رمضان علمه الصبر، والصبر منحه السيطرة على نفسه. شيئاً فشيئاً لم تعد السيجارة تتحكم فيه كما كانت. ومع نهاية الشهر اكتشف أنه يستطيع قضاء يوم كامل دون تدخين، فقرر أن يجعل رمضان بداية جديدة. قلل التدخين بعد العيد، ثم تركه نهائياً. لم يصدق نفسه. الرجل الذي كان يظن أنه لا يستطيع الصبر ساعة واحدة أصبح حراً من عادة لازمته سنوات، وتغير بيته بالكامل. اختفى الصراخ، وحل مكانه الهدوء. أصبح قريباً من عائلته، أكثر رحمة، وأكثر تقديراً للنعم الصغيرة. فهم أخيراً أن رمضان ليس شهر جوع، بل مدرسة لإعادة بناء الإنسان. رمضان يساعد الإنسان على تنقية الجسم، تنظيم السكر في الدم، إراحة الجهاز الهضمي، تقوية المناعة، تحسين النوم، وزيادة التركيز. أما روحياً فهو يعيد الطمأنينة للقلب، ويعلم الرحمة، ويجعل الإنسان يشعر بآلام الفقراء والمحتاجين. قال الرجل يوماً: كنت أظن أنني أصوم عن الطعام، لكن الحقيقة أن رمضان أنقذ صحتي، وأصلح قلبي، وأعاد لي عائلتي. وهذه هي أعظم فائدة للصوم، أن يمنحك فرصة ثانية لتصبح إنساناً أفضل. فربما يكون رمضان هذا العام هو بداية التغيير الذي تنتظره منذ سنوات. تابعوا معنا دائماً قصصاً تحمل عبراً حقيقية من الحياة، ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك حتى تصل هذه الفائدة لكل من يحتاجها.